المواطنون الكرام، السلام عليكم. السلام على أرض لا تموت، السلام على الفاشر، المدينة الصامدة التي وقفت في وجه النار وبقيت واقفة حين السقوط، حتى حين سقط الجميع. ونقصد بالجميع هنا كل من صمت ومول ليقع في تلك التجربة إنسانية. الرحمة والبركة لشهداء الكرام، ونترحم على من ارتقوا بدمهم الطاهر إلى عليين، وعلى من حملوا أرواحهم مشاعل للنور في عتمة الطريق حتى سقطوا. هم باقون ما بقيت الأرض، لا يمحى أثرهم ولا يطفى ضيائهم، وبل أرواحهم ستظل باقية كبذرة ثابتة لإنبات المناضلين لحماية هذا الوطن. لن ننساكم بل نحيا لأجلكم. لقد شهدت الفاشر ومعها القرى الوادعة من حولها مجازر وإبادات وحشية ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع الجنجويد، جماعات حملت معها الرعب إلى أزقة الحارات والبيوت، لا تفرق بين مقاتل والطفل أو الشيخ أو الامرأة. المثير إن ميليشيا الدعم السريع وجنجويدها قد روجت قبل أكثر من أسبوع لمجازرها قادمة مع سبق الإصرار والترصد، حين نبهت مقاتليها بألا يسوروا أثناء ارتكابها للفظاعة، وذلك محاولة منها لطمس الحقيقة ودفن الشهود مع الضحايا. ولكن الحقيقة لا تدفن، فالأرض تشهد والدم البريء لا يصمت، بل يصرخ لإسماع كل من صمد على إزحاقها. وتظل لعنة للجاني نتبعها أو يتبعها إلى الأبد، فالحق لا يمحى والذاكرة لا تموت. لم تنكسر الفاشر، وبل وقفت على رمادها الشامخة تصنع من الألم صيفا ومن الدمار عزيمة للانتصار القادم، وأكيد يعاد بناؤها. أحيانا للعواصف ننحني، لكن أمام الأحقاد لا ننكسر. ولا يوجد الحق ووحشية لا علاقة لها بالإنسانية أكثر من قيام جنجويد بذبح مواطن في الشوارع العامة في مدن مثل النيالة، احتفاء باستيلاء الميليشيا على فرقة السادسة في فاشر السلطان. أرجو ألا تفرحوا الميليشيا، لأن هذه ليست نهاية بل بداية لوطن يولد من جديد. من الفاشر يبدأ الفجر ويكتب الأمل. من الفاشر نبدأ من الصفر، لكن لن نعود للوراء ولا الحياة مع هؤلاء الأوباش. لسنا دعاة حرب، ولكن تعلمنا إن السلم لا يمنح كهبة، بل يصنع بالصمود وبالكرامة. سلام بالكرامة لا بالهوان وسلب الحقوق وتهجير السكان الأصليين وإبدالهم بالقادمين الجدد. كل السودانيين مصيرهم واحد، رجالا ونساء، كتف بكتف. حين خزل العالم المدينة حملها أهلها على أكتافهم، معا لا ننحني. رجال ونساء الفاشر لم يقهروا، في ملامحهم تقرأ ملامح من أبطال كرري، أولئك الذين قال عنهم المستعمر القاتل ما هزمناهم بل قتلناهم وأبتناهم. واليوم يعيد التاريخ مشهد ذاته. أبتم المدينة بأطفالها وشيوخها وعجزتها بمال الارتزاق وسلاحه، لكنكم كما الأمس لم تحزموا أحدا. لأن من يقاتل من أجل الأرض والعرض والكرامة لا يهزم، وإن سقط جسده تظل روحه واقفة. إذن نموت واقفين ولا نحزم أبدا. إرادة لا تكسر، كل جرح شهادة، وكل صرخة وعد بالنهوض من جديد. ما من انتهي بنبتدي. إلى العالم
صمتكم لن يمحو حقيقة، فالفاشر تنادي والحق لا يموت. لقد نحت صمتكم العار في صدر التاريخ، وسيبقى شاهدا على زمن تخلى فيه العالم عن إنسانيته، حين كانت الأرواح تزهق والمدينة تستباح. صمت العالم خوفا من الممول للأسف، ذلك الذي حول المال إلى وقود للإبادة، ودفع بأدواته الرخيصة من الأوباش الذين لا يرقون إلى مقام البشر. قوم جبلوا على الطغيان، لا يعرفون ما هي قواعد الحوكمة ولا روح الدولة، يستبيحون الأرض وكأنها إرث شخصي، ويحسبون العباد ملكا لأيمانهم والممتلكات غنائم الحرب بأيديهم. هؤلاء ليسوا قادة ولا رجال الدولة، بل أدوات خراب مأجورة، وكل من مولهم أو مدهم بأسباب البقاء من أجل خراب هو مجرم. وسيصمد العالم لكننا سنصدح بالحق. العهد باقي. أيها المواطنون الكرام، نقسم أمام دماء الشهداء أن نعيد بناء ما تهدم، وأن ننهض من الرماد، وأن نصنع الحياة من الألم. لا نطلب المستحيل، بل نطلب ما نستحقه من الكرامة والحياة. أيها السادة والسيدات، ما ذكرناه هي إشارات واضحة من أننا كسلطة في السودان سنبدأ نضالنا لتحرير كامل الأرض السودان باستنهاض الروح الصمود لأهل الفاشر الذين قاتلوا بقواتهم المسلحة والمشتركة والمستنفرين والنساء والشيوخ. ولكن دعوني ثبت بنهاية خطابي أمورا في غاية الأهمية. أولا، رغم الإمكانيات الهائلة التي وفرتها الدولة الراعية والممولة لهذه الحرب من أجل إسقاط الفاشر، وذلك بخلق وضع عسكري غير متكافي، إلا أننا نعترف أن هنالك أخطاء كبيرة وإخفاقات نتحملها قيادة الدولة ونتحملها نحن كقيادة لقوى المشتركة كلنا. والعبرة في هذا الشأن هي إصلاح أي أخطاء بشكل صارم من أجل استمرار لحماية البلاد من الغزو الذي سخر له القوى الطامعة لموارد البلاد المرتزقة من كل بقاء الأرض من دول الجوار ومن وراء البحار. ثانيا، أننا كأهل دارفور جزء أصيل من هذا السودان، ولإبقاء على السودان موحدا والترتيب لهيكلة الحكم العادل لصالح كل شعوبه مستقبلا، لا بد من هزيمة هذه الأدوات التي يستغلها قوى الساعية لاحتلال السودان وتجزئته، وهو الدعم السريع. وهذه معركة وجودية لا تقف عند سقوط مدينة الفاشر أو مدينة واحدة مهما بلغت أهميتها الاستراتيجية أو مدن أخرى. حرب الوجود بلا شكوك ولا سقوف. سقف الأخلاق واحترام حقوق الإنسان وكرامته الذي نمتثل به نحن هو الرفيق الوحيد في تاريخ الدفاع عن النفس. ثالثا، قيادات الدولة سواء كان على مستوى الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية سنهتم جدا في مرحلة قادمة لموضوع النزوح واللجوء الذي تسبب فيها ميليشيات الدعم السريع عمدا بغرض تغيير ديموغرافي وخارطة الحياة في الجغرافيا، وذلك في اتجاهين: اتجاه لتوضيح هذه الجرائم والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع من القبل وبعد إسقاط الفاشر وأثناء حصار المدينة وإعدامات من يخرج منها من المدنيين، وذلك لغرض توثيق كل هذه الجرائم لإدانة ميليشيا آل الدغلو وعدم الإفلات من العقاب. والاتجاه الآخر لإظهار حجم النزوح واللجوء الهائل التي تسبب فيها هذا العدوان على المدينة
وعلى معسكرات النزوح من حولها مثل زمزم وأبو الشوك، حتى نتمكن من استقطاب العون الدولي والمحلي لتوفير مطلوبات الطارئة للإيواء وإعاشة وتقديم الخدمات الضرورية أينما حل هؤلاء النازحون، حتى تستقر الأوضاع في البلاد ليعود كل نازح ولاجئ إلى مقره آمن ومكرما. لا أنسى في هذه الدعوة أبناؤنا في جاليات الخارجية، لكم الفرصة أكثر من الآخرين في تحريك شوارع المدن التي أسست بشعارات القيم مثل حقوق الإنسان، القانون الإنساني، قانون الدولي، تجريم الإبادة، وتطهير العرق، ومناهضة العنصرية وقدسية المساواة، حتى لا تجف هذه الشعارات في أفواه تلك المدن والعواصم التي نطقت بها عليكم بالتذكير إن الإنسانية واحدة لا تتجزأ. رابعا، ننبه الشعب السوداني وعلى وجه الخصوص شعب الدارفور إن مدينة فاشر ما كانت لتسقط لولا تسخير دول العدوان لكل إمكانيات مادية ولوجستية واستخباراتية، لدرجة التي استعانت بأجهزة المخابرات في محيط الإقليم لقطع كل أجهزة الاتصالات الحديثة التي تعمل بالأقمار الصناعية، حتى تقطعت التواصل بين القوات المقاتلة في الفاشر والغرف القيادة في المدن الأخرى، وقد نجحت في ذلك، ولكن لن ينجح بعد قليل. التنبيه الذي نريد تعميمه لعموم الشعب السوداني هو إن الميليشيات الدعم السريع أصبحت هشة وتآكلت وهلك كل قياداتها، الأمر الذي جعلها لتعتمد على عنصرين خارجيين. العنصر الأول هو المرتزقة من دول الجوار وعبر المحيطات، والعنصر الآخر هو سلاح المسيرات المدار من خارج والتكنولوجيا تعطيل أجهزة الاتصال باستعانة بأجهزة المخابرات الخارجية. إذن مرحلتها القادمة من الحرب هو العمل على تحريض القوى المكونة لمعركة الوجودية وخلق الفتن بينها لمحاولة تحييد بعضها والنسب التقصير لبعض المكونات الأخرى واتهامها بالتواطؤ لإسقاط المدن، وكل هذا لغرض واحد وهو دك الإسفين بين مكونات معركة الكرامة، معركة وجودية، وخاصة القوى المشتركة والقوات المسلحة، وبالتالي يجب الانتباه من الآن. أخيرا، الدعوة للاستنفار قائمة من داخل الحدود وخارج الحدود، ذلك بغرض إنهاء آلة الإبادة الجماعية وتطهير الإرق، ونحن في دربنا سائرون. وتحية لكل المناضلين، وأؤكد لكم أخواننا وأخواتنا الذين استشهدوا نحن على العهد، والذين هم الآن يكابدون وأيديهم في زنات، جميعكم جنرالات، التحية طيبة لكم. وطمن الشعب السوداني أن قواتنا ما زالت تقاوم وبقياداتها عافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.